انك تبدل خريطه تنحيها من الترجم اللي ما عندها حتى معنى، لانك تضم اراضي غير اراضيك. اما لا ناكد الخطا ونزيد نلتزم به ونقول لك وندخلوا في متاهات اخرى. اليوم الاخوان غادي نشوفوا رده فعل الاعلام الهوكي من بعد الغاء المباراه اللي كانت ديال نهضه بركان والهوك. غادي نشوفوا الاخوان شنو كيقولوا. قال لك السيدي وكان علينا نلعبوا بداك التوني اللي عطاوه هما، غير حنا زدنا فيه وكذا وهادي. لا لا لا، قال لك حيت داك التوني كيحمل اراضي ماشي من الاراضي ديالنا. الصحراء مغربيه. وشوف هاد الشيء اللي كيديروه امام العالم كيشهد وكيعرف بان الهوك راه ماشي نورمال. اخوان تحياتي للناس اللي كيديروا لايك قبل كيبداو الفيديو. مرحبا الناس كتخرج جديده مساج ابونا معنا في لاشين. اليوم نظن ان الكاف مره اخرى يعني بينت ان يعني تخدم لي طرف وهو الطرف المغربي. وهذا ما تندوروها الكاف كتخدم الطرف المغربي القزع. الله يتطالع يعني معاهم. المخزن اللي عنده تقريبا يعني نماميز على الاتحاد الافريقي. اليوم احنا يعني كرياضيين نتاسف لهذا القرار، لان قوانين الكاف وحتى الفيفا يعني هي تقريبا والمعمول بها في كل انحاء العالم هي لا لتدخل للسياسه في الرياضه. احنا يعني اول حاجه غنبدا بها قبل كاع ما ندخل لهذا الموضوع ديال الفيديو، مبروك النهضه البركانيه 2-0 هي والمغرب والنهضه البركانيه رابحه الجزائر 2-0. باقي ما بداش الماتش، ماتش غدا رابحين 2-0. وانا غادي نفسر لك، ولكن قبل غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي كنطرحوا حنا المغاربه كاملين، هو كيطرح نفسه: واش المغرب كتخاف من الجزائر في ظل الاستفزازات اللي كتقوم بها الجزائر وفي ظل الوضع اللي كنتعاملوا معاهم؟ كيفاش هما كيتعاملوا معنا وكيفاش حنا كنتعاملوا معاهم؟ واش هادشي كيتعتبر خوف؟ هما كيستقبلونا خايب وكيحتزوا لنا الفروق ديالنا وكيتعاملوا معنا خايب وسادين عندنا الحدود، وحنا بالعكس مادين يدينا بخطابات ملكيه ومادين يدينا باراده شعبيه ومادين جميع وسائل المساعده لذيك الدوله، ولكن هما دائما كيتعاملوا معنا خايب. هذاك التعامل اللي كنديروا حنا مع التعامل ديالهم واش كيتعتبر خوف عباد الله؟ هادشي اللي غادي نفسروه. انا قبل كلشي وغيجيك غريب هادشي اللي نقول، والله القسم الا فرحان بهادشي اللي قامت به الجزائر تجاه النهضه البركانيه بشعبها وبدولتها بمخزنها بشنقريحتها بطبونها، يعني بكلشي. والله الا فرحان بالله، يعني داكشي اللي قامت به انا كيبان لي فالخير علينا، باش ماشي غير المغاربه اللي ولاو يعرفوا شكون هما هاد الناس هادو اللي سخر لنا ربي وعطاهم لنا جيران. العالم كامل يعرف السبب ديال هاد الناس وهاد العقليه ديال هاد الناس هادو. شوف العقليه كي دايره اصاحبي، خريطه ديال المغرب في كيف ما رضاتهم في صحتهم اصاحبي. والغريب في الامر هو انهم ملي كيوقفوا امام المنظمات الدوليه وامام الامم المتحده وامام يعني بجميع المنابر العالميه، ملي كيوقفوا حنا ما عندناش مشكل. حنا هذيك مشاكل ما بين عرفتي كيديروا بحال هذاك اللي كيبقى ينغزك برجليه تحت الطابله فاش كتكونوا كتغداو، كيقول لك انا ما قصتكش، انا ما عندي معاك حتى مشكل. المغرب والشير ديما ديال بوليزاريو حنا ما عندناش فيها شي دخل. اليوم مالك انت مع الخريطه؟ شنو ضرك في ديك الخريطه؟ اليوم كتبينوا بانكم بحال نتوما اللي بغيتوا تطلعوا على المحيط وهذاك اللي ما عمركم تحلموا به. انت شنو ضرك في ديك الخريطه؟ انت مالك؟ ياك كتقول في الامم المتحده ما عندكش مشكل، ياك كتقول شنو اللي ضرك؟ شكون اللي قصحك؟ عرفتي بعض المرات كنت كنشوف داكشي كنقول واقيلا راه عيقنا، راه واقيلا حنا كنضخموا، راه ميكش هاد الناس عندهم هاد العقليه، راه يكفي يكونوا هاد الناس مرادين بينا حتى لهاد الدرجه. يكفي دوك السيناريوهات اللي كنا كنشوفوهم ديال القاء القبض على تجار المخدرات، كيجيبوا واحد جزائري مثل في سيتكوم قديمه وكيحطوه لك في وكاله الانباء ويستحمروا داك الشعب. يكفي الاغلاق اللي سادين على داك الشعب. يكفي ان غير جزائري كيدخل وجده كيتلف فيه وجده اللي مسكينه. حنا بالنسبه لنا كان من مدينه مقارنه مع مدن اخرى من كوبا، مقارنه مع البنيه التحتيه اللي ولات في طنجه، ولا مقارنه مع البنيه التحتيه اللي ولات في الرباط وسلا ولا كازا ولا كتلف اصاحبي. غير العيون المناظر اللي كتشوف في العيون تحماق اصاحبي. العيون دخلوا في منافسه مع المدن الجزائريه تجي الاولى. ما نحطوا معاكم الرباط، ما نحطوا معاكم سلا، ما نحطوا معاكم طنجه. شوف اصاحبي العقليه ديال هاد الناس كي دايرين اصاحبي. ولكن الحمد لله الكاف راه خدات دارت الزمات في الكلمه ديالها، يعني غيتلعب ان شاء الله الماتش بالدرابون ديال بركان اللي انت اللي في المفروض ما كانش عندك معاه مشكل. شنو اللي ضرك فيها؟ وغنضرك من تما. ويكفي انني نقول لك مرحبا بك في سنه 2025، ويكفي انني نقول لك بلا ما توصل سنه 2025 كاس افريقيا اللي غادي تشوف فيها الزليج الحقيقي
ماشي مزور للشي غير في الكاتمه، واللي غتشوف فيها الخريطه حقيقيه، واللي ما غنكرهوش اننا نشوفوا فيها ماتش الشيخ الغضف في العيون باش نعطيكم الحقيقه، والماتش ديالكم يتلعب تما، وديك الساعه نشوفوكم شادين ترونسبور وداخلين من تما غاديين في حالاتكم. عقليه ديال نيشان مستحمرين شعبهم ومستحمرين نفسهم ومستحمرين العالم، واليوم بينتوا للعالم كامل الدور ديالكم كي شنو هو. وغادي نقول لكم من هذا المنبر هذا لاي جزائري كيسمعني وسيرتو هذه الفرقه اللي غتلعب مع بركان الاسبوع المقبل، مرحبا بكم بالحليب والتمر، وتشوفوا الاستقبال كيفاش داير. راه هادشي اللي دارهم، راه ماشي خوف، راه هاد عرفتي شنو؟ عرفتي ملي داك ملي كتشوف شي الكلب ملي كيبدا ينبح عليك وكيشوفك ما خايفش، راه حنا في العادات التقاليد ديالنا كيقول لك لا نبح عليك الكلب والتمجي عندك ما تهربش منه، غير وقف، غير ابتسم ليه ما تبينش ليه الخوف. راه داكشي اللي كنديرو حنا راه عربون على القوه ديالنا. واحد داخل بجيت سكي قالو علاش شنو دار لك؟ يكفي نقول لك انكم وليتو كتحرقوا، الشعب الجزائري كيحرق المغرب. شحال منهم ساكنين هنا، يكفي نقول لكم العلاقات المغربيه الجزائريه والتاريخ ديالها كيفاش كان، لا في الفعل ولا في ردة الفعل. لقطات باقا مرسخه للمغاربه في الدين ديالهم عمرهم ما ينساوها حتى الغدا قدام الله، ديال انهم خرجوا المغاربه من بيوتهم وجراو عليهم باملاكهم وباموالهم وكل شيء وصيفطوهم هكذاك. وكانوا فيهم قصص كنت تصنت لهم انا شخصيا والله القسم الا كيضروا في القلب، ديال ان خرجت تشري غير البنت الحليب وخلاتها في الدار ناعسه، وشدوها الدواء وخلاو البنت تما. شدوا المراه اللي كانت مزوجه بمغربي كيشدوا الراجل كيصيفطوه وكيخليو المراه تما، والعكس صحيح، المراه اللي كانت مغربيه كيصيفطوها ويخليو الراجل تما ويديو معاه حتى الولاد. واحد العقليه ديال الويل ما عمرها تقدمات، ما عمرها بغات تزيد لقدام، مضادين مع نفسهم اصاحبي، وخلاو داك الشعب مسكين تا هو يدابز مع نفسه. عندها المؤهلات دابا السبب انا بعض المرات كيجيب لي الله فتح الحدود راه ماشي في صالح الشعب الجزائري ولا حتى الجزائر، حيت داك الدمار النفسي اللي غادي يعيشوه تجاه واحد الدوله اللي الامكانيات ديالها والموارد الطبيعيه ديالها مع دوله بالموارد ديالها الطبيعيه بالاحتياطي ديال الغاز ديالها والبترول ديالها فين عايشه، راه فريمون غادي نسببوا مشكل كبير لدوك الناس. راه خاصك تعرف انا بعدا ما نصبرش على بلادي عندها مداخل بترول ومداخل ديال الغاز بديك الطريقه. صدرت معايا وكذلك بعض من الفوسفات وتلقاها هكذاك. المترو هو الاخر ديال فرنسا اللي صوباتو، الترامواي هو الاخر فرنسا اللي صوباتو في ديك البلاد. انا ما كنقارنش ولا كنضرب في بلد اخر ولا جارتنا، ولكن كنشوف التعامل كيفاش كيتعاملوا كيضرني خاطري. ملي كتشوف واحد لاعب جيت سكي مساكن وجاي من الغربه قام يتسوق خبر هاد الهضره بعدا دايري لينا الاشعار فابور كعق الله العظيم. اتاي الدحميس الدحميس بالحسانيه هي بعد القيلوله الكاسكروط فاش كتنعس وكتفيق تعمر لك داك اتاي في ديك العشيه، هذاك هو الدحميس اللي مسمي عليه اتاي الدحميس. والله لا اشعار واش من اشعار اش كاين في اتاي، هو المستفيد الواحد اتاي الدحميس. تحياتي لاتاي، والله يسهل على وليداتنا نهضت بركان، عندي ما نسالكم رجال واش من رجال. تحياتي لكم. وشتو تتقولوا الفتنه كتقولوا هادي وحنا ما سوقناش، خاطينا داك الشيء راه في الامم المتحده وكذا وكذا، وانتم خلطتوا السياسه مع الرياضه. لا حول ولا قوه الا بالله. لو نتحدث على مستوى الكاف المؤطر لهذه المسابقة، اليوم فور وصول فريق نهضة بركان عندما منع راسل الهيئة المسؤولة قبل المراسلة قلت يعني حجزوا، يعني بعد التفتيش حجزوا الأقمصة وطلبوا منهم على أساس أنه الأقمصة ما فيش مشكل، ممكن تجروا اللقاء يدخلوا يا مرحبا يمشيوا للفندق، ثم الأقمصة في حل ما في حلول، لأنه فيه الفلوكاج هذاك، يعني نمحي ماشي نحيو هذا الشعار السياسي، هذا الشعار السياسي وفقط، نحو الشعار السياسي وفقط. فهذا الشيء هذا بعد ما مشاو في الحفله عاودوا رجعوا وبقاو صامدين، اللاعبين والمسيرين صامدين على مستوى مطار هو الدولي لمده
يعني كبيره، يعني احتجاج بالنسبه بعد التفتيش، يعني احتجاج بعد التفتيش. فالشيء اللي وقع هو انه اكيد كان اتصال بين مسيري فريق نهضة بركان السلطات المغربيه وخاصه الأقجح اللي هو الرئيس السابق للفريق فوزي الأقجع، اللي عنده علاقات كبيرة في الكاف. اليوم نتحدث عن هيئة الكاف. لمن هل ربما يكون الحكم تاعها لصالح القضية العادلة لما تنص على قوانين كرة القدم، أم أنه الجانب المغربي راح يمارس الضغط كما جرت العادة؟ هو اليوم الأقجح اغتنم فرصة يعني الاجتماع نتاع المكتب التنفيذي اليوم، واطلب منهم على أساس أنه يوافقوا، يعني تكون موافقة للفريق باش يلعب بهذه القمصان. فبعد يعني بعد اتصالاته وبعد يعني نقول الضغوطات اللي استعملها، اكيد هو عضو في المكتب الكونفدراليه المكتب التنفيذي، فكانت ضغوطات من جهه هذا العنصر هو هذا العضو بالكاف، وكانت ضغوطات اللي ادت الى هو رد الكاف صراحة. يعني إذا عرفنا باللي أنه طرح مشكل سياسي سيادي، ما هو الأقرب للصواب؟ ماذا تقتضي الحكمة؟ أنك تبدل خريطة تنحيها من الترجم اللي ما عندها حتى معنى، لأنك تضم أراضي غير أراضيك، أم لا نأكد الخطأ ونزيد نلتزم به ونقول لك وندخلوا في متاهات أخرى، وندخلوا في متاهات. واليوم إذا ما كانش مسموح ما راحش تجي نهضة أو نهضة بركان تجي للستاد وتقول باللي راه ما عنديش الملابس، وهذا الذي راح لهذه الدرجة تمسك فوزي الأقجع والمخزن بدواليب الاتحاد الافريقي مخطط لها. لا تهمهم الكاف، لا تهمهم لاكوب، بالنسبة لهم هم عندهم أو نقاط سياسية يسجلوا بها في بالهم أنهم يسجلوا في أمنها وكل سلطاتها. لن تتساهل بمواضيع مثل هذه اللي تمس بالسيادة الوطنية. لو جبت الخريطة تاعك فيها المغرب تاعك أهلا وسهلا يا أخوي، ما كان حتى. هل رأيت فريقا أو منتخبا في العالم يدخل مباراة كرة القدم بخريطة بلاده؟ أقول الخريطة وليس العلم، العلم أمر الخريطة يعني خريطة متوهمة، لأنه ليست الخريطة الحقيقية. ماذا يحدث في كرة القدم الإفريقية؟ لماذا وصل؟ والله إلا ما عجبني غير واحد مول القهوة وقيل في قولي ميم عرفتي دار الخريطة المغرب كاملة مكمولة كبيرة عرفتي. ما لقيتك تصوير يا اخوان، بغيت نوريها لكم قسما بالله ما عرفت فين. نبدا نوريكم فيديو جاي. علام تحياتي لي من هذا المنبر. انا اخوكم نستخدم الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس الله ان شاء الله.